في مستهل هذا الحفل تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مسار التميز الذي سلكه المغرب تحت قيادة جلالة الملك، والذي يتمحور حول التحديث والابتكار الصناعي، ما مكن المملكة من ترسيخ مكانتها كمرجع عالمي في مجال صناعة الطيران. نعم سيدي أعزك الله. ماجستي le 13 octobre 2025 Votre Majesté a présidé la cérémonie de lancement des travaux de réalisation du complexe. في كلمته بين يدي جلالة الملك أكد وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور أنه بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة لم تعد صناعة الطيران المغربية القوية بكفاءاتها تكتفي بالمشاركة في قطاع الطيران العالمي، وإنما تعمل اليوم على هيكلته وتأمينه ومواكبته في ديناميته. رئيس مجلس إدارة مجموعة سافرون السيد روس ماكينيس أكد أن المغرب يعد بلدا استراتيجيا بالنسبة للمجموعة الفرنسية بفضل بنيته التحتية العصرية وإطاره الماكرو اقتصادي المستقر وكفاءته المعترف بها، موضحا أن تواجد المجموعة التاريخي في المملكة منذ أزيد من 25 عاما يعكس الالتزام بمواصلة الاستثمار في بلد يتمتع ببنيات تحتية حديثة وإطار ماكرو اقتصادي مستقر وكفاءات معترف بها. إثر ذلك استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالدار البيضاء رئيس مجلس إدارة مجموعة سافرون السيد روس ماكينيس.